مساء الفل والياسمين على اجمل متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بفول العلب. ايوه فول العلب، ورا الطعم لحد ما جبت نفس الطعم بالظبط واتحداكي. هنعمل النهارده مع بعض طبق فول بالسلطه والثوم حلو جدا. نسمي الله ونشوف مقاديرنا. اول حاجه انا عندي فصين ثوم مفرومين، وهبتدي ان انا احطهم في الطاسه واحط عليهم شويه زيت او سمنه، بس انا بحب الفول اللي بالزيت. وهبتدي ان انا اشوح الثوم تشويحه بسيطه، وهنزل عليه بمعلقه كبيره من السلطه. وهبتدي ان انا اشوح السلطه كده مع الثوم تشويحه بسيطه، وهنزل عليهم معلقه كبيره من الميه علشان بس الثوم ما يتحرقش، والفول بيبقى محتاج اللي هو تزودي له ميه. تمام، قصدي يعني انا بحب الفول يبقى صايص كده شويه، ما بيبقاش ناشف بقى، عشان كده بزود له شويه ميه. وهبتدي انزل عليه بالفول اللي انا مدبساه. هنزل لكم ان شاء الله كده كمان يومين طريقه تدميس الفول بطريقه سهله وبسيطه جدا. هو مش هياخد اي وقت خالص. كده طبق الفول خلاص تخن معانا. اهم حاجه الثوم والصلصه خلاص اتشوحوا كويس جدا. وهجيب الطبق بقى اللي هنحط فيه الفول، وهعصر عليه ليمون، وهحط ملح وكمون. هو مش بياخد وقت خالص، بيخلص بسرعة. هاجي احط بقى شوية زيت على الليمون، وحطيت الفول خلاص اهو في الطبق. هبتدي بقى ان انا اهرسه. انا مش بحب اكله حب كده، ده في ناس كتير بتحب تاكله زي ما هو كده. هو طبعا الاكل اذواق. لو وصلتي معايا للمرحله دي ما تنسيش اللايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس. هستنى تفعلي زر الجرس وتكتبي لي كومنت. اما نشوف بقى. هبتدي بقى اهرسه بالشوكه بالشكل ده. انا نقلته في طبق تاني اغوط. الطبق التاني كان صغير عليه، فحبيت ان انا انقله في طبق تاني اغوط علشان اعرف اهرسه كويس. هو كده خلاص جاهز معايا. احط عليه شويه بس ليمون وكمون وخلاص يكون جاهز. بجد الطعم حلو قوي. انتي طبعا حاولي تظبطي الملح بتاعه على حسب ما انتي عايزه. انا بحب فيه مزازه الليمون بتبقى زياده شويه. انا حطيت عليه اهو الملح والكمون، وهبتدي ان انا اقلبه ويزوق بقى الطبق. اخليه كده اعدله عشان يبقى ما يبقاش متلحوس كده وشكله ما يفتحش النفس. حاولي انك تظبطي كده وتقدمي الاكل وبكده تكون وصفتنا خلصت. لو عجبك الطبق الفول دوت ما تنسيش اللايك واشتراك في القناه، وتكتبي لي في الكومنت انت عايزه اعمل لك ايه، وصفه جديده او اي حاجه وانا هعملها لك ونجرب سوا. واشوفك على خير يا ست البنات. باي باي.